يا ابني هي فابرينا اهي، وفابرينا دي فابريكا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم على ماتش الأهلي والزمالك اللي اتلعب في السعودية، نهائي كأس مصر 2024 2023. الدنيا بقت بتلخبطني الصراحة في كأس مصر وكأس السوبر، السنين اللي رايحة والسنين الجاية، بس الكلام ده يعني إيه معلم منه. في الحقيقة في كام حاجة كده. أول حاجة طبعا ألف مبروك للأهلي، ألف مبروك للأهلي. الكاس ال 39 والدنيا جميلة وحلوة، والأهلي كسب الزمالك والكلام ده كله. وطبعا هارد لك لفريق الزمالك، قدمتوا مباراة محترمة بصورة كبيرة، زي برضو ما الأهلي قدم كورة وخلاص، لأنه ما قدمش كورة كويسة برضو. ولكن الكلام ده كله هنرجع له لما نيجي نحلل الماتش، او نيجي نشوف الماتش حصل فيه ايه اصلا. بس خلينا الاول نقول انا معرفتش انبسط قوي بالفوز بتاع الاهلي بالكاس. في الطبيعي كنت هطلع وهيص وهلل اكتر من كده وانبسط اكتر من كده، عشان عرفت ان اخواتنا هيبقوا في رمضان لسه بيموتوا ولسه جعانين ولسه مش لاقيين مكان يناموا فيه، والدنيا مش احسن حاجه بالنسبه لهم. فحسيت ان هو حاسس ان انا يعني هبقى اتفه مما اتصور، او الموضوع هيبقى تافه قوي لما انا اطلع انبسط مع الناس، او اطلع ابسط اي حد بكلامي، وان انا ابقى حراق مثلا على الزملكاويه، او ابقى بعمل نوع من انواع البهجه مثلا الزياده. في كره قدم، وفي ناس بتموت في الحقيقه، وداخلين على شهر كريم اعطاه الله علينا وعليكم وعلى اخواتنا بالخير. خلينا نمشي بالحته دي. ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمهم، ان شاء الله باذن الله ربنا ينصرهم ويبقوا احسن، وهم في مكان اللي راحوا مننا، يبقوا هم في مكان احسن مننا بكتير، وكلنا نتمنى ان احنا نروح المكان ده. المهم، الماتش اتلعب في السعوديه، تنظيم تنظيم فوق الوصف ما شاء الله. السعوديه عملت شغل جامد قوي 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 في التنظيم، لدرجه ان انا قاعد بتفرج على الماتش لقيت جوزيه مورينو هو اللي بيحلل. فانا كده كده المعلومه دي كنت عارفها، بس ان الاقي بقى جوزيه مورينو ماسك كاس مصر، داخل هو وتوتي وار 9 داخل يحط الكاس، دي ما صدقتهاش الصراحه. يعني ده يا اخي، ده الفلوس بتعمل اكتر من كده. الفلوس يعني لما يبقى ار 9 وتوتي ومورينو، اعرف ان الفلوس كل حاجه في العالم حقيقي. يعني الاتنين تلاتة داخلين، تلاتة من اساطير كرة القدم، مدرب اسطورة، لاعب اسطورة في نادي اي سي روما، لاعب تاني اسطورة في العالم كله، الظاهرة. لما يبقوا تلاتة داخلين اعرف ان في حاجة غلط، وانت عارف ان التلاتة اصلا مش محتاجين الفلوس دي كلها، بس هم اكيد حطوا لهم رقم بحس ان هو يعني احنا كده كده هنيجي، ما فيهاش يعني. فالموضوع ده طبعا كان غريب ولكن كان جميل. الفقرة التانية بقى كانت فقرة حسن المستكاوي ومدحت شلبي. يا ساتر يا ربي على كابتن مدحت شلبي وكابتن حسن المستكاوي. في شوية افيهات اتقالت، يعني يا جدعان يا جدعان يا جماعة يا جماعة كتير، يا جماعة انتوا متخيلين انه الكاميرا الدرون اللي هي بتطير في الملعب عشان تجيب اللعيبة وبتاع، لقيته بيقول كلمة فانا ما سمعتهاش كويس، قلت اما اسمعها تاني يمكن يكون قال كلمة مثلا براند او نوع. حتى حسن المستكاوي قال مدحت شلبي كده، لقيته بيقول شايف بقى كاميرا التوك توك. كاميرا ايه؟ دي الكاميرا التوك توك بقى اهي، اللي بتلف على كل المدرجات. الكاميرا الايه؟ يا جدع ما علينا عشان مش عايزين نغلط في حد، مش عايزين نتعصب. حسن المستكاوي برضو كان بيقول له او حد مدحت شلبي كان بيقول له لا اللعيبه بتاكل الملبن. قال له انت لا كنت، حسن المستكاوي بيقول له انا كنت فاكرك انت اللي بتتكلم عن انا. قال له اتكلم عليك ايه ده، انت اخرك تاكل عيش حاف. اتجاه محمد عبد احسن الناس تفتكر انا اللي باكل ملبن.
ده بتاكل عيش حاف يا أستاذ. اه والله. والله العظيم مش طبيعي. والله العظيم مش طبيعي يا جدعان، والله ما طبيعي. مش متخيل ان هو بيقولوا كده في استوديو او بيقولوا كده في ماتش مباشر. يا جدع يعني ما علينا من الفقره دي. دي كانت من احلى فقرات الماتش اصلا، الفقره الكوميديه اللي هم عاملينها مع بعض. فقره كوميديه، مش هم قصدهم يضحك يعني. حسن المستكاوي ومدحت شلبي هم مش قصدهم يضحكونا، هم بيضحكونا لوحدهم. ماشي. المهم، زي ما بقول هارد لك لجماهير الزمالك، وزي ما بقول اداء سيء للاهلي. في طبعا حاجات في النص احنا عارفين ان هي حصلت لاسطوره من اساطير الزمالك. الحركه اللي بقت بتتكرر على طول، اللي حفظناها، اللي زهقنا منها، كفايه. انت بقى شكلك، انت بقيت اكبر بكتير من انت تعمل كده. انت بقى يعني حافظ على كام سنه، السنتين الجايين دول، لان انت ما قدامكش كتير وتبطل. حافظ على نفسك شويه. يعني احنا قلنا قبل كده كذا مره، كذا حد يوتيوبر قال، كذا مذيع قال ما ينفعش تخش في صراع مع الجمهور. هتخش مع صراع مع الجمهور هتخسره. فما تجيش بقى تحاول تاخد لقطه او تيجي تاخد منظر او تيجي تاخد حركه روشه قدام الناس وتطلع تقول لهم بالفلوس ويقعد يعمل لهم كده. يا عم يعني اكبر بقى. انا مش عايز يعني، انت اسطوره لدرجه ان انا مش عايز اتكلم عليك وحش، بس انت هتضطر الناس ان هي تقطع فيك، وانت هتطلع في الاخر انت اللي هتزعل، لان احنا اكتر منك بكتير. الجمهور يا جماعه بيبقى اكتر من اللعيب بكتير. ما ده شيء طبيعي، ده شيء ما فيهوش كلام. احنا اكتر منه بكتير. زي مثلا ما عندنا لاعب في الاهلي، الزمالك كان كل ما يستلم هو الكوره يقعدوا يهزقوه ويشتموا. طب ما ده طبيعي، ما انت ما ينفعش ترد بقى، انت ترد في الملعب، مش بعد ما الماتش يخلص تطلع تعمل الشويتون اللي بتعملهم كل ماتش سواء كسبت او خسرت. خلاص بجد الموضوع بقى دمه تقيل قوي. خلينا بقى نتكلم في احداث الماتش نفسه، ايه اللي حصل فيه، ايه اللي جرى فيه، التكتيك كان عامل ازاي، كل فريق لعب ازاي. انا بالنسبه لي الفريقين ما لعبوش خالص. مفيش كوره خالص. لا الاهلي لعب ولا الزمالك لعب. اللي خد رجل المباراه امام عاشور لعب وحش، الا اخر مثلا 10 دقايق. هتقولي لا ده لاعب حلو، ده ما شفتش كان بيعمل ايه. يا جماعه بعد اذنكم لازم كل واحد فينا يبقى عارف ان في فرق ما بين ان انا ابقى لاعب مهاري، يعني البس كباري واعمل لقطه من هنا واعمل لقطه من هنا. ده مش معناه ان انا لعبت ماتش كويس. هو ده مش معناه كده. مش معناه ان انا كده انا بقيت زي الفل، ان انا بقيت لعيب كويس او انا عملت ماتش كويس. لا، هو مش كده خالص. فبالتالي مش عشان هو عمل حركتين ثلاثه في اول الماتش او حتى في نص الماتش او الماتش كله بيعمل لقطات، ده مش معناه انه لعيب كويس. امام عاشور كان بيلعب وحش، كهربا كان بيلعب وحش، حسين الشحات كان بيلعب وحش، بيرسيتاو كان بيلعب برضه وحش. مفيش لعيب في الاهلي لعب كويس الا مصطفى شوبير بما يرضي الله. وقفشه لما نزل لعب شويه كويس، ومروان عطيه برضه لما نزل لعب شويه كويس. وده كلام هنتكلم عليه طبعا في التبديلات، عشان الخطه اللي نزل بيها كولر، عشان الخطه اللي لعب بيها الاهلي دي خطه انا ما سمعتش عنها قبل كده، خطه غريبه جدا هنتكلم عليها. طيب الزمالك الناحيه الثانيه برضه مفيش خالص، مفيش. انت عندك الحته الشمال بتاعت الزمالك دي لا فتوح بيزيد، ولما بيزيد ملوش خطوره، ولا الوينج كان فتح على الخط هو كل شويه يضم لجوه. طب انت سايب مين يعني؟ انت سايب الخط بقى لمين؟ يعني انت فتوح ما بيزيدش، انت بقى سايب الخط ده او سايب انت الجهه اللي انت فيها وداخل جوه ليه؟ انت بتعمل ايه جوه؟ ما انت مالكش خطوره كده.
ف الله اعلم. فالفرقتين لعبوا ماتش سيء. في الاخر الاهلي عرف يلعب ازاي والاهلي عرف يكسب ازاي كالعاده. الجون طبعا قعد 5 دقايق بيشوف الفار هو اوفسايد ولا لا، او اترسم الخطوط وعرفنا ان هي فعلا مش اوفسايد والدنيا تمام يعني. فتمام احنا كسبنا، بس هل ده مكسب؟ هو يقول لك النهائيات تلعب ولا تكسب ولا تلعب والكلام ده كله، ماشي اوكي، بس ده مش اداء. يعني الكاميرات نظيفة، الملعب نظيف، التنظيم نظيف، كل حاجة نظيفة الا الكورة. يعني الماتش ده كان المفروض يبقى نقطة انطلاق، لان العرب يشوفوا الفرق المصرية بتلعب كور ازاي وكورتهم عاملة ازاي والدنيا جميلة معانا، عشان نبدأ نسمع اسمنا بره تاني زي ما كان زمان قبل احداث بورسعيد والكرة تقع في مصر. طبعا ده ماتش انا ما وريهوش لاي حد. ما ينفعش ده يبقى الماتش اللي بيظهر الكرة في مصر، ما ينفعش، عشان الماتش هو ماتش سيء، هو ماتش وحش قوي. لا ماتش لا فيه كور، ماتش كله في نص الملعب، الفرقتين مرعوبين من بعض، كل واحد فيهم بيحاول يدي الكرة للتاني. التلت الاخراني في كل فريق فيهم صعب، مفيش كل واحد يستلم الكرة تحس ان هو هلعب لمين؟ طب هباصي لمين؟ طب انا هشوط ولا اعمل ايه؟ كله متوتر. نيجي بقى لخط نص النادي الاهلي. كولر قرر ان هو يلعب بكريم ندفد، بعمرو السولية، وبامام عاشور. يعني انت عارف ان عمرو السولية هو الراجل كتر خيره خلاص، هو الراجل بعد فترة الاستنزاف اللي استنزفت في ال3 سنين اللي كانوا ورا بعض بتوع المنتخب، كان منتخب والاهلي والمنتخب والاهلي، كان هو على طول في كل الماتشات. فالراجل من بعدها خلاص السولية انتهى، مفيش سولية خلاص. وكريم ندفد يعني انا ما اعرفش هو جه امتى، وما اعرفش ان هو بيلعب اصلا كوره، وما اعرفش ان هو رجع الاهلي، وعرفت ان هو اتصاب كمان في الماتش اللي قبليه. هو ندفد عمره كان كويس بصراحه، هو لما ندفد بيلعب بره الاهلي بيبقى كويس، لما يلعب في الاهلي بيبقى وحش. فالاثنين عمرو السولية وندفد ما كانوش عارفين يعملوا حاجه مع بعض، هم اصلا الاثنين دول غالبا اول مره يلعبوا مع بعض، وانت جاي تجربها في ماتش قمه. فانت عندك مثلا الكره زي زيزو اللي هي اتشاطت في اول ربع ساعه دي، زيزو فضل من نص الملعب عمال يخش في العمق وعمال يزيد لحد ما وقف على خط ال 18 وحواليه 3 وشاط. يعني الكره دي لو ما كانتش قلشه او ما كانتش شاطت جامد شويه كانت دخلت جول. ليه؟ عشان ندفد ملط، مفيش الدفاع محدش قابل معاه، فهو جري من نص ملعب الزمالك لحد نص ملعب الاهلي لحد منطقه جزاء الاهلي وكان وشاط، وفي الاخر الكره اتصدت. ليه؟ عشان احنا ما عندناش لا 6 ولا 8، ما عندناش الرقمين دول لما كان السولية وندفد في الملعب. لما طلعوا من الملعب بقى، لما مروان عطية نزل ظبط لك نص الملعب ظبطه حكايه، وقفشه نزل عمل لك حلول اضافيه قدام، لان انت عندك بيرسي تاو وكهربا وحسين الشحات كانوا اوت اوف فورم خالص المره دي، اوت اوف فورم خالص الماتش ده، مفيش خالص. فدخل الجون الاول وغلطه ساذجه جدا من دفاع الزمالك انه يهرب منهم امام عاشور بالطريقه دي. انا لقيت المدافعين ما حدش شافه اصلا، يعني لو انت تشوف الاعاده هتلاقي المدافعين كلهم كل واحد باصص قدامه، وامام عاشور معدي ما بين الاثنين، مفيش لعيب فيهم قرر ان هو يعمل كده يبص شمال بس او الثاني يبص يمين. هو امام عاشور عدى من الاثنين وما حدش شافه، ما حدش شاف الملعب كله، يعني ما حدش شافه غير قفشه. قفشه الوحيد اللي شاف امام عاشور في الوقت ده، ما اعرفش ازاي معدي من بين قلبين الدفاع وهم ماشيين كده وهو ماشي كده، ما حدش فيهم بص. بس انا بالنسبه لي ماشي اوكي تمام، انا كسبت تمام. يعني الجول الثاني برضه نفس الكلام، غلطه من حسام عبد المجيد اعتقد. امام عاشور بيزيد الدنيا بقى خلاص بقى براح بقى، يعني الاهلي جاب الجول الاول فالزمالك كله بقى قدام، فبقى الدنيا ورا سبهلله، مبقاش في حد ورا، قعد يزيد لحد ما جه عند منطقه 18 لا قفشه، اما باصيها له قفشه حاططها ببطن رجله ضربه جزاء، هو بيركن ضربه جزاء، قامت جايه في فتوح في رجل فتوح وجايه بالراحه خالص على مهلها كده
فعواد ودخلت جون برضو وخلاص، والاهلي ركب والماتش خلص والدنيا تمام. الماتش كان يعني انا بالنسبه لي ان هو كان الزمالك كان احسن فيه من الاهلي نسبيا، بس مفيش حاجه. عندك عبد الله السعيد الناحيه الثانيه، هو نزل من اول الماتش لحد ما طلع مفيش خالص ولا اي حاجه، لا خطوره ولا لمسه ولا حاجه جماليه، ما عملش حاجه. هو نزل زي ما طلع. يعني الزمالك كانوا بيلعب 10، انا ما شفتش عبد الله السعيد في اي نوع من انواع لا ربط الملعب ولا تمريره سحريه مثلا، مفيش خالص. فالماتش كان سيء، ولكن في الاول وفي الاخر انا كراجل اهلاوي فرحان اكيد ان الاهلي هو اللي كسب وخد الكاس. بس زي ما قلت لكم ده مش ماتش مشرف لكره القدم المصريه على ارض السعوديه خالص. انا الصراحه حاجه زي دي زعلاني جدا، انا حاجه زي دي مضايقاني قوي، انا حاجه زي دي منغصه عليا حلاوه الفوز. ده غير طبعا الحاجات اللي انا قلتها من الاول اللي منغصه عليا اصلا ومنغصه عليا حياتي كلها، مش بس على الكوره يعني. خلينا نشوف الماتشات الجايه، اتمنى يبقى الماتشات الجايه احسن من كده، اتمنى ان اداء الفرقتين يبقوا احسن من كده، اتمنى ان احنا نعرف نوصل لاماكن ابعد من كده بالكره المصريه بتاعتنا كلها. وما تنساش تعمل لايك، تعمل سبسكرايب، خليك لذيذ، خليك كويس محترم، اتفرج على الفيديو، اتفرج عليه لحد الاخر، وكمان يبقى اعمل لايك. او يعني وانت في الاول كده، بس انا بقول في الاخر للاسف، انا كنت بقول في الاول ما جراش حاجه، يبقى اعمل لايك وبقول لي كومنت انت رايك ايه في الماتش. هل انت شايف ان اللي عمله لعيب الزمالك ده كان مناسب، او هل انت شايف ان امام عاشور يستاهل فعلا رجل المباراه، وهل انت شايف ان ده يعني ده الماتش اللي المفروض كان يبقى انطلاقه الكره المصريه للعرب كلهم او للعالم كله، بحس من قيمه التسويق اللي اتعمل له للماتش ده كله. سيب رايك، ما تنساش تعمل لايك، ما تنساش تعمل سبسكرايب، ما تنساش تعمل شير. وكان معاكم محمد عادل، سلام.